انت شخص عادي بتشتغل، تقبض مرتبك كل شهر، مش بتصرف ببذخ، بتحاول توفر، ومع ذلك كل سنة فلوسك بتقل. ترجع تلوم نفسك وتقول يمكن انا السبب، يمكن انا بصرف كتير، يمكن انا مش منظم. بس خليني اقول لك حاجة مهمة. الخبر الحلو ان المشكلة مش فيك، المشكلة إن في ضريبة بتدفعها كل سنة محدش طلبها منك، مش مكتوبة في أي كشف حساب، مش هتلاقيها في أي فاتورة. الضريبة دي بتتخصم من فلوسك وأنت نايم. هكلمك في الحلقة دي عن الضريبة دي، إزاي بتشتغل، إزاي تحسب أنت بتدفع قد إيه منها، إزاي مش إنك تهرب منها لأن ده مستحيل، ولكن تخلي فلوسك تسبقها. بس خليك معايا. لو المحتوى عجبك يا ريت تدعمني بلايك او تسيب لي تعليق او تبعت الفيديو ده لحد من اصحابك. الضريبه اللي هنتكلم عنها اسمها التضخم، كلمه بتسمعها في الاخبار وبتعديها، بس خليني اعرفه لك بطريقه تانية. التضخم مش ارتفاع الاسعار، التضخم هو انخفاض قيمه فلوس، والفرق بين الجملتين جوهري. لما بتقول الاسعار غليت انت هنا بتتكلم عن السلع، لما تقول فلوسي قلت او انخفضت قيمتها انت بتتكلم عن نفس الظاهره، بس الاطار التاني هو الصح، وهو اللي بيخليك تتصرف بدل ما تشتكي، ما تعيش دور الضحيه. خليني اوضح لك بمثال عام. لو معاك 100 جنيه النهارده تقدر تشتري بيهم 10 ارغفه عيش، بعد سنه نفس ال 100 جنيه ما اتغيرت، بس تقدر تشتري 8 ارغفه بس. الرغيف ما اتغيرش، اللي اتغير هو قدره ال 100 جنيه الحقيقيه بتوعك. فلوسك ما اتسرقتش من محفظه، اتسرقت من قوتها الشرائيه، وده اللي بيخلي الناس ما تحسش بيه، لان الرقم في الحساب ثابت او حتى بيزيد. الضريبه العاديه انت بتشوفها في حسابك مخصومه من المرتب، معلن عنها في القانون. التضخم بقى بيشتغل بشكل مختلف، مفيش خصم ظاهر، مفيش اشعار، مفيش رقم تقدر تعترض عليه. الرقم في حسابك البنكي ثابت، ويمكن كمان بيكون بيزيد مع الفوائد. فعقلك بيقول لك انا هنا مش خسران، بس الحقيقه ان القوه الشرائيه بتتاكل في صمت. الاقتصاديين بيقولوا على التضخم ان هو ضريبه لانه فعلا بيقل قيمه فلوس، ودايما الفئه الاكثر تضررا هم اصحاب الدخول الثابته والمدخرات النقديه. الاقل تضررا الناس اللي عندهم اصول حقيقيه. تعال اقول لك انت بتخسر قد ايه او بتدفع قد ايه في التضخم. معادله بسيطه جدا، بتقول ان العائد الحقيقي بتساوي العائد الاسمي ناقص معدل التضخم. العائد الاسمي الرقم اللي البنك بيقوله لك، معدل التضخم ده الضريبه اللي انت بتدفعها. الفرق بينهم هو ده مكسبك الحقيقي. خليني احسبها لك على شهاده بنكيه عشان بالارقام، عشان الامور تكون اوضح بالنسبه لك. لو انت حطيت فلوسك في حساب جاري بدون عوائد، يبقى هنا العائد الاسمي صفر، وافترضنا مثلا ان معدل التضخم 25%، هنا العائد الحقيقي بالنسبه لك سالب 25%. النتيجه خساره وحل، انت بتخسر كل سنه من فلوسك 25%. طب لو حطيت فلوسك برضو في حساب توفير وكان المعدل الاسمي المعلن 5% والتضخم 25%، كده انت معدلك الحقيقي خساره 20%، ودي خساره كبيره. لو حطيت فلوسك في شهاده بنكيه فرضا ان العائد من الشهاده 15% ومعدل التضخم برضو 25%، انت كده خسران 10%. لو حطيت فلوسك في شهادة تانية عائدها عالي فرضا انها بتديك 23% ومعدل التضخم 25%، هنا انت خسران 2%. اما بقى اذا كان عندك اصل العائد بتاعه بيوازي التضخم، يعني فرضا ان هو بيديك 25% والتضخم برضه 25%، هنا انت ما حققتش اي عائد حقيقي، انت حافظت على قيمة فلوس. لو عندك اصل تاني بيتفوق على التضخم، يعني بيديك فرضا 32% والتضخم 25%، هنا انت معدلك الحقيقي 7%، وكده انت تكون عملت النمو حقيقي لفلوس. خلينا اديك ملحوظة مهمة جدا في الجدول ده، ان الشهادة اللي عائدها 23% اللي كل الناس بتقول ان عائدها عالي، هي في الحقيقة بتخسرك 2% سنويا، وهو ده السبب اللي بيخليك بتقول ان فلوسي بتقل وانا مش بصرف. يعني لو معاك 100,000 جنيه في شهادة عائدها 15% والتضخم 25% سنويا، الرقم على الورق بعد 5 سنين حوالي 201,000 جنيه. حسابيا ممتاز، الفلوس الضعف، بس القوة الشرائية الحقيقية هتكون بتوازي بالظبط 59,000 جنيه بأسعار النهارده. يعني برغم ان الرقم اتضاعف بس قدرتك على الشراء قل، نزلت اكتر من 40%، وهو ده الفخ في جملة واحدة. الارقام الاسمية بتطمنك بس القيمة الحقيقية بتتآكل. وهنا خلينا نلفت نظرك لحاجة مهمة، ان رقم التضخم المعلن مش رقمك انت. يعني ايه الكلام ده؟ لان التضخم بيتحسب على سلة افتراضية من السلع باوزان معينة بتمثل المستهلك المتوسط، وانت مش المستهلك المتوسط. الجهات الاحصائية بتحدد سلة من مئات السلع والخدمات، طعام، سكن، مواصلات، تعليم، صحة، ملابس، صلاة، ترفيه. كل بند له وزن
نسبي في السلة، طبعا حسب الأسرة المتوسطة. هنا لما بيجوا يحسبوا مؤشر أسعار المستهلك بياخدوا وزن كل بند في السلة ويضربوه في التغير في سعر البند. المشكلة الجوهرية إن أوزان السلة الرسمية مش زي أوزانك أنت الشخصية. يعني لو التعليم الخاص وزنه في السلة الرسمية صغير بس عندك وزنه أكبر، يبقى كده تضخمك الشخصي أعلى من المعلن. لو أنت مستأجر في منطقة إيجارها عالي، وزن الإيجار في السلة قليل بس بالنسبة لك أنت وزنه أعلى، كده أنت تضخمك الشخصي أعلى من التضخم المعلن. عشان كده الفجوة بين التضخم المعلن أو الرقم في الأخبار وإحساسك أنت في سوق ده مش وهم، دي حقيقة والفرق في تركيبة الإنفاق. وفي حالة إن تضخمك الشخص أعلى من التضخم المعلن، ده معناه إن العائد اللي أنت محتاجه على الاستثمار أعلى من اللي أنت فاكره، مش عشان تكسب ولكن بس عشان تفضل محافظ على مكانك. هنا في خرافة أو في شائعة افتراضية بتقول إن الأرقام الرسمية للتضخم مش حقيقية وإن هم بيقللوها عمدا. أقول لك إن الكلام أو إن الحقيقة إن الموضوع أكبر من كده. الأرقام الرسمية بتتحسب بمنهجيات إحصائية، هي مش كذبة، هي متوسط، والمتوسط بطبيعته ما بيملش لأي حد. يعني لو نص الناس تضخمهم 15% وناس تضخمهم 45%، هنا متوسط التضخم 30%. التصرف الصح ما تشككش في الرقم، احسب رقمك الشخصي. الرقم الرسمي مفيد لك عشان تفهم الاتجاه العام وتتوقع حركات البنك المركزي الجاي، لكن رقمك الشخصي بيحدد انت محتاج عائد قد ايه فعلا. ازاي تحسب رقم تضخمك الشخصي؟ اكتب اكبر 6 بنود انت بتصرف فيهم، وانصحك ان انت ما تكتبش من دماغك، طلع مصاريفك من كشف حسابك الفعلي. شوف انت بتصرف في ايه: سكن، تعليم، طعام، مواصلات، صحة، اقساط. 2. احسب وزن كل بند من اجمالي انفاق. يعني لو بتصرف مثلا 20,000 جنيه شهريا، ده اجمالي مصاريفك، 6,000 منهم تعليم، يبقى وزن التعليم عندك في السلة بتاعتك 30%. احسب ارتفاع كل بند خلال سنة، يعني قارن اللي انت بتدفعه السنة دي بالسنة اللي فاتت، بعد كده اضرب نسبة ارتفاع كل بند في وزن. يعني مثلا لو قلنا ان التعليم وزنه 30%، ارتفع 40%، هنا ده بياخد 12 نقطة. اجمع الناتج اللي هيطلع هو ده رقم تضخمك الشخصي. قارن رقم تضخمك الشخصي بعائد مدخرات وشوف انت بتكسب ولا بتخسر، وبتخسر قد ايه كل سنة. في التمويل في مصطلح اسمه معدل العقبة او الهاردر ريت، ده الحد الادنى من العائد اللي يخلي استثمارك مجدي. يعني بمعنى اصح او بمعنى تاني ان تضخمك الشخصي هو الهاردر ريت الحقيقي بتاعك. اي استثمار بيحقق لك عائد اقل من رقم تضخم الشخصي بتاعك، يبقى بالنسبه لك الاستثمار ده بيحقق خساره حتى لو بيجيب رقم كبير على الورق. عشان كده مفيش حاجه اسمها عائد جيد على الاطلاق، في عائد جيد بالنسبه لرقم تضخمك انت. طيب ازاي تحمي نفسك؟ مفيش طريقه تهرب بيها من التضخم، هو جزء من طبيعه النظام. اللي تقدر تعمله ان تخلي فلوسك تتحرك اسرع منه، وده عن طريق 3 حاجات. اول حاجه ان يكون عندك اصول حقيقيه، اصول لها قيمه ماديه وانتاجيه، اسعارها تكون بترتفع مع التضخم بطبيعتها، زي العقار، الذهب، اسهم الشركات لها قدره على رفع اسعارها. الحاجه الثانيه قوه التسعير، دخلك نفسه اصلا. لو عندك مهارة نادرة أو عمل تقدر بيه ترفع سعرك، ده بيحميك مباشرة من التضخم. اللي ما بيقدرش يرفع دخله الله يعين. الدفاع الثالث انك تقلل الكاش ضروري بس في حالة طوارئ. اي مبلغ زايد عن صندوق الطوارئ بتاعك ده بيحقق خسارة، ونسبة الخسارة هنا حاجة مؤكدة 100%. معظم الناس بتتكلم عن التضخم بيركزوا على الاستثمار بس معظم الناس اكبر اصل بيمتلكوه مش محفظته. اكبر اصل انت بتمتلكه هو قدرتك على كسب. يعني لو دخلك 20,000 شهريا، فانت عندك اصل بينتج 240,000 سنويا. وخلي بالك ان انت عشان تحقق دخل من محفظة استثمارية عائدها 10%، خلي بالك عشان انت تحقق دخل زي ده من محفظة استثمارية عائدها 10%، انت محتاج 2.4 مليون جنيه. يعني قدرتك على الكسب بتعادل المحفظة بملايين، وبرغم ذلك هي الاصل الاكثر اهمال في التخطيط المالي. سؤال الصح: هل دخلك بيرتفع بنفس معدل التضخم ولا ابطأ منه؟ لو مرتبك زاد 10% والتضخم 25%، انت بتحقق خسارة في الراتب بنسبة 15% سنويا، رغم ان الرقم ارتفع. الاستثمار في مهارة بترفع دخلك 30% ممكن يكون عائد اعلى من اي اصل تاني، لانه بيرفع قدرتك على التراكم. وخلينا برضو اكلمك عن خرافة تانية، ان في بعض الناس بتقول ان في التضخم العالي
أأمن حاجة إن أنت تسيب فلوسك كاش لحد ما الأمور تهدى وتعرف أنت هتعمل بيها إيه. ده أخطر حاجة أو أخطر تصرف أنت ممكن تعمله. هو يبان إن هو حذر، بس خليني أقول لك إن الكاش هو البند الوحيد اللي بيخسر قيمة التضخم كاملة بشكل مضمون ومحسوب. كل الأصول فيها احتمال ربح أو احتمال خسارة، لكن الكاش في بيئة التضخم فيها مرتفع هو اللي احتمال هنا بيكون يقين الخسارة 100%. لحد ما الأمور تهدى هي أخطر جملة أنت ممكن تقولها لنفسك، لأن أنت كل شهر بتناه له تكلفة محسوبة اللي هي التضخم اللي أنت بتخسره. والهدوء ما بيجيش في سنة ولا اتنين، ده بيجي ممكن يستمر لسنوات. الاستثناء الوحيد المشروع إنه يكون عندك صندوق طوارئ، وده مش استثمار، ده تأمين، وتكلفته مقبولة لأن هي دي تمن الحماية. أي نقد أو كاش عندك ده يتجاوز صندوق الطوارئ لازم يكون شغال أو محطوط في أصول. وهنا خلينا بديك قاعدة مهمة: قبل أي قرار مالي تاخده سواء استثمار أو ادخار، اسأل نفسك سؤال واحد: هل العائد المتوقع من هذا القرار أعلى من تضخمك الشخصي ولا أقل؟ لو الإجابة أعلى يبقى ده قرار بيبني ثروة، لو الإجابة لأ يبقى ده قرار بيحقق لك خسارة. الخلاصة إن العائد الحقيقي بتساوي العائد الاسمي ناقص تضخمك الشخصي. وقلت لك إن العائد الاسمي ده الرقم اللي بيقوله لك، تضخمك الشخصي مش الرقم المعلن، ده رقمك انت المحسوب من واقع انفاقك. والعائد الحقيقي هو الرقم الحقيقي اللي بيحدد، او الرقم الوحيد اللي بيحدد اذا كنت بتكسب فعلا ولا بتخسر. التضخم الضريبة الوحيدة اللي بتتفرض من غير قانون، ما بيدفعهاش الا اللي مش عارف انها موجوده. عشان كده لما قلت لك احساس ان فلوسك بتقل مش وهم، دلوقتي انا اديت لك كل الادوات اللي بتخلي الاحساس ده رقم. تقدر تحسب تضخمك الشخصي، وتقدر تحسب العائد الحقيقي بتاعك، وتعرف ان الكاش هو الخساره الوحيده المضمون. الحاجه الوحيده اللي فاضله انك تحسب، مش تقرا مش تشوف، ولكن احسب. الفرق بين اللي بيتاكل واللي بينمو مش في الدخل ولا في الحظ. الدخل انه الفرق انه عارف رقم، انا لا عارف، وديني قلت لك.